في الجزء الثاني هنتكلم عن موقع قارة أوروبا وأهميته. بص يا حبيب قلبي، احنا عندنا هنا قارة اسمها قارة أوروبا، وأنت عارف إن قارة أوروبا هي من قارات العالم القديم. بقول لك إن قارة أوروبا تتمثل في دائرتي عرض. أول دائرة قلت لك دوائر العرض هي نايمة يعني أفقية. طب الأفقية اللي هي نايمة، طب أنا عايز بقول لك من 36 درجة موجودة في الجنوب حتى بص كده فوق 71 موجودة في الشمال. يبقى منين لمنين؟ من 36 في الجنوب حتى 71 في الشمال. طب تمام كده، دي اسمها دوائر العرض. طبعا عندنا خطوط الطول حبيب قلبي. خطوط الطول احنا عارفين اللي هي رأسية يعني واقفة. بص بقى بيقول لك من أول 66 شرقا حتى 25 غربا. طب بص كده بيقول لك ايه الموقع الفلكي لقارة أوروبا. أول حاجة بيقول لك قارة أوروبا تمتد بين دائرتي عرض من 36 إلى 71 شمالا، أي أنها تمتد بأكملها في نصف الكرة الشمالي. يبقى أنت كده فهمت إن قارة أوروبا تتمثل في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية. طب تاني حاجة، وتتمثل بين دائرتي خطوط الطول ما بين 66 شرقا حتى 25 غربا. يبقى خطوط الطول قلت لك اللي هي رأسية تتمثلها في النص اسمه خط جرينتش، وده طبعا بيساوي 0. بقول لك من 66 في الشرق حتى 25 في الغرب. فيمر بقارة أوروبا دائرة عرض رأسية تسمى الدائرة القطبية الشمالية. افتكر معايا، القارة الأوروبية تتمثل في دائرة عرضية فوق خالص اسمها الدائرة القطبية الشمالية. ادي واحد، دي اسمها كده دوائر عرض او دائرة عرض شمالية فوق خالص. طب تاني حاجة، عندنا خط طول اسمه خط الطول الرئيسي اسمه خط جرينتش بيساوي 0. تمام كده، يبقى في قارة أوروبا عندنا دائرة عرضية فوق خالص اسمها الدائرة القطبية الشمالية، وعندنا خط طول رئيسي اسمه خط جرينتش اللي بيساوي 0. يبقى عندنا في قارة أوروبا دائرة عرضية وخط طول. طب افتكر معايا، قارة آسيا كانت تتمثل في 3 دوائر عرض. أول دائرة عرضية فوق خالص في قارة آسيا هي الدائرة القطبية الشمالية. تاني حاجة عندنا مدار اسمه مدار السرطان. طب تالت حاجة عندنا دائرة اسمها دائرة الاستواء، وده الفرق ما بين قارة آسيا وقارة أوروبا. عندنا اهو قلت لك دائرة عرضية رئيسية اسمها الدائرة القطبية الشمالية، عندنا خط طول رئيسي واسمه خط جرينتش. بقول لك اهو ما النتائج المترتبة على الموقع الفلكي. بص يا حبيب قلبي، شفت كلمة موقع فلكي ودوائر عرض؟ حبيب قلبي الموقع الفلكي هو تتمثل في دوائر العرض وخطوط الطول، ودوائر العرض هنا هي بتعرفنا المناخ. طب خطوط الطول بتعرفنا الوقت. يبقى اعرف كده ان دوائر العرض بتعرفنا المناخ، طب خطوط الطول بتعرفنا الوقت. طب انت شفت ما النتائج المترتبة على ان الموقع الفلكي لقارة أوروبا بالنسبة لدوائر العرض اللي هي بتعرفنا المناخ هنقول الدائلة، أو ترتب على وقوع معظم الكرة الأرضية في المنطقة المناخية المعتدلة. لأن قلت لك طالما موقع فلكي وطالما دوائر العرض يبقى تعرفنا مناخ. يبقى اما اجي اقول لك ما النتائج المترتبة على الموقع الفلكي للقارة الأوروبية بالنسبة لدوائر العرض الدائلة إن وقوع القارة الأوروبية في المنطقة المناخية المعتدلة الشمالية الباردة من القارة الأرضية، لأن أنت عرفت إن قارة أوروبا هي بأكملها كلها في نصف الكرة الشمالي. كلام جميل. طب أنا عايز يا مستر الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبة لليابس والماء. طب تعال نشوف قارة أوروبا تتمثلها إيه هي الأراضي اللي جنبيها وإيه هي المياه اللي جنبيها. بقول لك إن قارة أوروبا تتمثلها شمالا المحيط القطبي الشمالي، يبقى أول محيط يبقى مية. طب تاني حاجة في الغرب، من ناحية الغرب هنا من إيديا شمال اللي مش باكل بيها هو المحيط الأطلنطي. طب من جهة الجنوب البحر المتوسط والبحر الأسود. يبقى عندنا من الشمال محيط قطبي شمالي، من الغرب محيط اطلنطي، من الجنوب بحر متوسط والبحر الاسود. فبقول لك ان يحيط القاره الاوروبيه مسطحات مائيه من 3 جهات، عشان كده بنقول ان قاره اوروبا هي شبه جزيره. طب ايه يا مستر الفرق ما بين جزيره وايه الفرق ما بين شبه جزيره؟ بص يا حبيب قلبي، الجزيره هو يحدها الماء من جميع الاتجاهات، طب شبه الجزيره هو يحدها الماء من 3 اتجاهات فقط. طب قاره اسيا تعتبر قاره اسيا شبه جزيره كبيره،
طب ليه قاره اسيا شبه جزيره كبيره؟ لانها يحدها الماء من 3 اتجاهات فقط. طب يحدها من الشمال محيط قطب شمالي، يحدها من الجنوب محيط هندي، يحدها من الشرق محيط هادي، طب يحدها من الغرب قارة أوروبا. طب هنا قارة أوروبا يحدها من الشمال محيط قطب شمالي، يحدها من الغرب محيط أطلنطي، يحدها من الجنوب بحر المتوسط والبحر الأسود، طب يحدها من الشرق قارة آسيا. يبقى يحد قارة أوروبا من الشرق قارة آسيا، ويحد قارة آسيا من الغرب قارة أوروبا. وركز في الحاجات اللي أنا بقولها دي. يبقى يحدها من الشمال محيط قطب شمالي، يحدها من الغرب محيط أطلنطي، يحدها من الجنوب بحر المتوسط والبحر الأسود، ويحدها من الشرق قارة آسيا، وده كده يابس. يبقى يحد قارة أوروبا المية من 3 اتجاهات فقط. يبقى تعالى كده في الخريطة. يبقى يحد قارة أوروبا من الشمال محيط قطب شمالي، يحدها من الجنوب البحر الأسود والبحر المتوسط، يحدها من الغرب المحيط الأطلنطي. يبقى من الشمال مية، من الجنوب مية، من الغرب مية. طب من الشرق طبعا قارة آسيا، يعني ده يابس. وطبعا انت عارف او عرفت في الجزء الاول ان قاره اسيا تفصل عن قاره اوروبا جبال، او في النص تسمى جبال الاورال، وهي حدود بريه. فبقول لك ان قاره اوروبا تقترب من قاره افريقيا عند مضيق جبل طارق. طب فين يا مستر مضيق جبل طارق؟ اهو يا حبيب قلبي. دي قاره تسمى قاره افريقيا، ودي قاره تسمى قاره اوروبا. تفصل بينهما مضيق اسمه مضيق جبل طارق. مضيق جبل طارق يشرف بين المغرب، ودي في افريقيا، واسبانيا، ودي في اوروبا. تمام؟ يبقى تقترب قاره افريقيا من قاره اوروبا عند مضيق جبل طارق. يبقى تعد جبال نقط فاصلا بريا. شفت كلمه بريا؟ يبقى طبعا جبال الاورال. وقارة آسيا بينما يعد نقط فاصلا بحريا بين قارة آسيا وقارة أوروبا فاصلا بحريا، يبقى البحر الأسود. يبقى البحر الأسود أهو هو اللي بيفصل بين قارة آسيا وقارة أوروبا. يبقى قارة آسيا هنا أهو، وقارة أوروبا هنا أهي، يبقى يفصل ما بينها حدود بحرية، يبقى البحر الأسود. طب قارة آسيا أهي وقارة أوروبا أهي يفصل بينها حدود برية، يبقى جبال الأورال. طب تاني سؤال، تقترب قارة أوروبا من قارة آسيا عند مضيق. قارة أوروبا تقترب من قارة آسيا عند مضيق اسمه البسفور والدردنيل. اسمه ايه؟ البسفور والدردنيل. فبقول لك ايه من ضمن الاسئله المهمه عندك؟ اهميه قاره اوروبا. فيها والله اهميه استراتيجيه واهميه اقتصاديه واهميه حضاريه، زيها زي قاره اسيا بالظبط. طب ايه هي الاهميه الاستراتيجيه؟ بقول لك لموقع قاره اوروبا اهميه استراتيجيه بما تفسر. يعني ليه؟ بقول لك ان قاره اوروبا ليها اهميه استراتيجيه. ايه السبب اللي خلى قاره اوروبا موقعها موقع متميز؟ اول حاجه لانها تطل على مسطحات مائيه مهمه. والله يا مستر زي البحر المتوسط، زي البحر الاسود، زي مضيق جبل طارق، زي مضيق البسفور والدردنيل. وتشرف على ممرات ملاحيه ذات اهميه استراتيجيه زي مضيق جبل طارق، زي مضيق البسفور، زي مضيق الدردنيل. وجبل طارق ده هو يشرف بين اوروبا وافريقيا. طب البسفور والدردنيل هو يشرف بين اوروبا واسيا. ركز في المضايق. طب تاني حاجه ايه هي الاهميه الاقتصاديه؟ يعني الاهميه اللي بتجيب فلوس لقاره اوروبا. اول حاجه بسبب موقعها الجغرافي. قلت لك كلمه جغرافي يعني يابس وماء. ماشي؟ ما تفكرش غير كده. بقول لك الذي ساعد على سهوله التواصل الاقتصادي بينها وبين قارات العالم. يبقى شفت كلمه ما هي الاهميه الاقتصاديه للقاره الاوروبيه بسبب موقعها الجغرافي. شفت كلمه موقعها الجغرافي؟ هنقول الذي ادى الى سهوله الاتصال الاقتصادي بين الدول وبعضها. طب تاني حاجه شفت كلمه، قلت لك موقع فلكي. شفت كلمه موقع فلكي يبقى تتكلم عن المناخ، يبقى ادى الى تنوع مناخها. يبقى اما اجي اقول لك ما النتائج المترتبه على وقوع القاره الاوروبيه بالنسبه للموقع الفلكي بتاعها وعامل ازاي، والله يؤدي الى تنوع المناخ. فاما المناخ يكون متنوع يبقى يؤدي الى تنوع المحاصيل الزراعيه، ادى الى تنوع الحياه النباتيه، ادى الى تنوع الحياه الحيوانيه، ادى الى تنوع الحياه السمكيه. يبقى المناخ هو اللي بيؤدي الى تنوع كل مظاهر السطح.
طب ثالث حاجه ايه هي الاهميه الحضاريه للموقع؟ القاره الاوروبيه طبعا. اول حاجه نشات عده من الحضارات زي الحضاره اليونانيه، الحضاره الرومانيه، وطبعا والحضاره الغربيه الحديثه اللي هي موجوده دلوقتي في اوروبا، الذي شهدت الثوره العلميه والثوره الصناعيه التي حصلت في القاره الاوروبيه. والقاره الاوروبيه هي ما كانتش قاره متقدمه. بص يا حبيب قلبي باذن الله هتاخد الكلام ده في اولى ثانوي، ان الحضارات لما جت ظهرت والتقدم الحضاري اللي جه ظهر في قارات العالم زمان هو ابتدى من الشرق، بعد كده راح الغرب، بعد كده رجع الشرق تاني، بعد كده راح الغرب تاني. يبقى شرق غرب شرق غرب، 2 شرق 2 غرب. الشرق الاول اللي هو كان في مصر وبلاد بقى العراق، الحضاره المصريه والحضاره العراقيه وحضاره بلاد فينيقيا، وحضاره بلاد اليمن وسوريا ولبنان والمناطق دي. طب الحضاره اللي في الغرب راحت اليونان والرومان، بعد كده رجعت الشرق اللي هي الحضاره الاسلاميه. طب رجعت الغرب اللي هي دلوقتي موجوده اللي هي الحضاره الحديثه الاوروبيه. يبقى الحضاره او التقدم ظهر في الشرق، بعد كده راح الغرب، بعد كده رجع الشرق، بعد كده راح الغرب. التوضيح بقول لك من الرغم من اتصال يابس قاره اسيا من قاره اوروبا الا ان مصر لها دور كبير في التواصل والتجاره بين دول القارتين منذ القدم بسبب موقعها المتميز والجغرافي واشرافها على بحرين هما البحر الاحمر والبحر المتوسط، وتمر بها جزء كبير من تجاره القارتين قاره اسيا وقاره اوروبا عن طريق قناه السويس. طب عندنا هنا واحد بيقول لك والله واحد طبعا المحيط القطبي طبعا الشمالي. طب 2 فين؟ 2 اهو المحيط من جهه الغرب طبعا المحيط الاطلنطي. طب 3 فين؟ 3 تحت في الجنوب طبعا البحر المتوسط. طب 4 فين؟ 4 اهو البحر الاسود. طب 5 مضيق. بص يا حبيب قلبي لو شفت كلمه هنا، لو شفت المنطقه هنا كده يبقى ده البسفور. طب لو شفت جنبيه شويه يبقى الدردنيل. يبقى لو جاي عند البحر المتوسط شويه يبقى الدردنيل. طب لو رايح ما بين البحر المتوسط والبحر الاسود يبقى البسفور. طب هنا 5 مشاور لك عند البحر المتوسط شويه يبقى الدردنيل. طب 6 والله اهو عند ما بين البحر الاسود والبحر المتوسط يبقى مضيق البسفور. طب 7 والله يا حبيب قلبي طبعا قاره اسيا. طب 8 مضيق بيقول لك اهو هنا كده قاره افريقيا، طب هنا كده قاره اوروبا، يفصل بينهما مضيق اسمه مضيق جبل طارق. صح ولا غلط؟ تقع قاره اوروبا باكملها في نصف الكره الجنوبي. طبعا يا مستر غلط، طبعا الجزء الشمالي. يحيط المسطحات المائيه بقاره اوروبا من جميع الاتجاهات. طبعا يا مستر غلط لانه قلت لك قاره اوروبا هي شبه جزيره يحدها الماء من 3 اتجاهات فقط، لان من جهه الشرق بتاع قاره اوروبا هي قاره اسيا يعني يابس. بيقول لك يمثل موقع قاره اوروبا الجغرافي اهميه اقتصاديه. طبعا مستر صح. تستأثر قارة أوروبا بإشرافها الكامل على سواحل البحر الأسود. هل أوروبا هي اللي بتشرف إشراف كامل عند البحر الأسود؟ لا يا مستر غلط، لأن قارة آسيا تتمثل في الدخول بها. طب اديني دليل. بيقول لك تتمتع قارة أوروبا موقع استراتيجي متميز أو مهم. والله يا مستر بسبب لأنها تشرف على ممرات مائية مهمة ومسطحات مائية زي مضيق البسفور، مضيق الدردنيل، مضيق جبل طارق. قامت عديد من الحضارات. طبعا يا مستر في حضارات كتير زي الحضاره اليونانيه والرومانيه والحضاره الغربيه. بقول لك حدد الاثر الناتج. كلمه الاثر الناتج يعني ما النتائج المترتبه على الموقع الفلكي لقاره اوروبا بالنسبه لدول العرض. قلت لك يا حبيب قلبي شفت كلمه موقع فلكي وشفت كلمه قاره اوروبا وشفت كلمه دوائر العرض، والله ادى الى تنوع المناخ، مما ادى الى تنوع المحاصيل الزراعيه، وادى الى تنوع الحياه النباتيه والحياه الحيوانيه، وادى الى ان قاره اوروبا تقع في ضمن الاقليم المعتدل البارد او الاجزاء الشماليه. عندنا هنا خريطه، عندنا هنا مظاهر السطح. صلي بقى على حبيبك النبي وركز معايا عشان هقولها لك باغنيه اللي انت تعرفها وتفهمها وتحفظها معايا في الحصه باذن الله. عندنا مظاهر سطح قاره اسيا وقاره اوروبا. هنبتدي بقاره اسيا الاول. بقول لك ايه؟ بدراسه الخريطه السابقه يتضح ان مظاهر السطح في قاره اسيا وقاره اوروبا بصفه عامه، حيث ان قاره اسيا فيها سلاسل جبليه. يبقى اول معلومه انت عرفت ان قاره اسيا فيها سلاسل جبليه وفيها هضاب، يبقى فيها جبال فيها هضاب، فيها جبال فيها هضاب. والجبال والهضاب في قاره اسيا هم اكتر من نص مساحه قاره اسيا. يبقى قاره اسيا نص مساحتها جبال وهضاب، تمام؟ طب قاره اوروبا بقول لك الجزء الشمالي من القاره الاوروبيه هو يتكون من سهول منبسطه، يعني سهول مستوي.
طب طالما السهول مستويه يبقى فيها انهار. طب تاني حاجه فتنتشر بها بعض التلال وبعض الهضاب قليله الارتفاع. طب في الجزء الجنوبي تسودها السلاسل جبليه، يبقى في الجزء الجنوبي من القاره الاوروبيه فيها سلاسل جبليه، يبقى القاره الاوروبيه الجزء الجنوبي بتاعها سلاسل جبليه. طب الجزء الشمالي بتاعها سهول منبسطه، يبقى سهول منبسطه يبقى تربه خصبه سهول فيضيه. طب طالما تربه خصبه سهول فيضيه يبقى تربتها تربه خصبه، ميتها ميه عذبه، فيها حرفه الزراعه وتربيه الحيوانات. طب قاره اسيا فيها جبال فيها هضاب اكتر من نص مساحه قاره اسيا. تمام؟ يلا حبيب قلبي، بيقول لك ايه اهم الجبال في قاره اسيا؟ انا عايز يا مستر اشوف الجبال اللي في قاره اسيا. ايه هي الجبال وموجوده فين؟ بص بقى على صلى على حبيبك النبي، ركز معايا وقول ورايا واكتبها معايا وانا بقولها كده عشان باذن الله تحفظها وتكون سهله عليك. بقول لك يوجد بها سلاسل جبليه ضخمه وشاهقه الارتفاع، يعني عاليه جدا. هنقولها باغنيه. بيقول لك ايه؟ قاره اسيا دي اكبر القارات وفيها جبال كمان زي جبال اليابان موجودة في شرق آسيا. يبقى قول بقى النقطة دي تاني، يبقى قارة آسيا دي أكبر القارات وفيها جبال كمان زي جبال اليابان موجودة في شرق آسيا وكمان الهيمالايا. ركز وقول ورايا تاني، وكمان الهيمالايا. ركز وقول ورايا، دي أعلى الجبال، أعلى قمة جبلية اسمها إفريسيولية. تاني، أعلى قمة جبلية اسمها إفريسيولية. يبقى أعلى قمة جبلية في العالم هي قمة إيفرست، طولها 8848. يبقى 8848. قولها تاني، 8848. يبقى ما أقول لك تاني إيه هي الجبال اللي موجودة في قارة آسيا؟ يلا والله مثلا هتقول لي قارة آسيا دي أكبر القارات وفيها جبال كمان زي جبال اليابان موجودة في شرق آسيا وكمان الهيمالايا. ركز وقول ورايا، دي أعلى الجبال، أعلى قمة جبلية اسمها إفريسيولية. تمام كده؟ يبقى أعلى قمة جبلية في العالم هي قمة إيفرست، تتمثل من جبال الهيمالايا، توجد في وسط آسيا. طب طول قمة إيفرست 8848 متر. تمام؟ يبقى جبال الهيمالايا هي أعلى وأضخم السلاسل الجبلية في العالم وتوجد بها أعلى قمة جبلية في العالم اسمها قمة إيفرست. تمام؟ يبقى أنت كده عرفت الجبال. طب خش في الهضاب. في آسيا وفيها هضاب كمان، التبت في الوسط دي أعلى الهضاب، مشهورة بسقف العالم. ليه يا مستر مشهورة بسقف العالم؟ مرتفعة عن الجبال، يبقى أعلى من قمم الجبال. يبقى لما أجي أقول لك تاني إيه هي الهضاب اللي موجودة في قارة آسيا؟ والله وفيها هضاب كمان، التبت في الوسط دي أعلى الهضاب، مشهورة بسقف العالم. يبقى اما اجي اقول لك ايه هي الهضبة المشهورة بسقف العالم؟ هي هضبة التبت. طب ليه يا مستر مشهورة بسقف العالم؟ لأنها مرتفعة عن قمم جبال، أعلى أصلا من الجبال. تمام؟ الديكن في الجنوب بالحب مش بالعند، الديكن في وسط الهند. قولها تاني، يبقى الديكن في الجنوب بالحب مش بالعند، الديكن في وسط الهند وكمان جنوب الغرب شبه جزيرة عربية. يبقى انت قلت الجبال وقلت الهضاب، هنقولهم مع بعض دلوقتي. يلا معايا، الجبال تاني والهضاب تاني في قارة آسيا. قارة آسيا دي أكبر القارات وفيها جبال كمان زي جبال اليابان موجودة في شرق آسيا وكمان الهيمالايا. ركز وقول ورايا، دي أعلى الجبال، أعلى قمة جبلية اسمها إفريسيولية. طب طولها كام يا مستر؟ 8848 متر فوق مستوى سطح البحر. طب تاني حاجة الهضاب، وفيها هضاب كمان، التبت في الوسط دي أعلى الهضاب، مشهورة بسقف العالم، مرتفعة عن الجبال. قولوا ورايا يا عيال، الديكن في الجنوب بالحب مش بالعند، الديكن في وسط الهند وكمان جنوب الغرب شبه جزيرة عربية. تمام كده؟ في حاجة الآن صعبة؟ لا يا مس. طب تعالوا نخش في السهول.
حبيب قلبي انا عندي سهول، لا اما سهول فيضيه لا اما سهول ساحليه. طب ايه يا مستر الفرق ما بين الاثنين؟ والله يا مستر السهول الفيضيه على طول جنب الانهار، تاني السهول الفيضيه على طول جنب الانهار. طب السهول ساحليه جنب بحار محيطات، يلا قولهم. السهول الفيضيه على طول جنب الانهار. طب طالما جنب نهر يبقى ميته ميه عذبه، يبقى تربته تربه خصبه، يبقى في حرفه الزراعه وتربيه الحيوانات. برافو. طب السهول ساحليه جنب بحار محيطات. طب بقول لك اول حاجه السهول الفيضيه الخصبه التي كونتها الانهار، يبقى السهول الفيضيه على طول جنب الانهار. بص بقى هنقولها ازاي؟ هنقول اهو س س ش، قولها معايا س س ش. سهول سيبيريا شماليه، قولها معايا سهول سيبيريا شماليه، يبقى س س ش س س ش. سهول سيبيريا شماليه فيها 3 انهار، أب ينسي ولينا، تاني أب ينسي ولينا، تاني أب ينسي ولينا، قولهم. يبقى س س ش. سهول سيبيريا شمالية، سهول سيبيريا شمالية فيها 3 أنهار، أب ينسي لينا، بحب البت لينا. وطبعا أب ينسي ولينا دول سهول في سهول سيبيريا في الجهة الشمالية من قارة آسيا، يبقى متجمدة. طب طالما متجمدة يبقى في فصل الشتاء، فتفتقد القيمة الاقتصادية. يبقى هل هي عندها قيمة اقتصادية؟ لا يا مستر. طب ما عندهاش في فصل ايه؟ في فصل الشتاء. طب ليه ما عندهاش في فصل الشتاء؟ لأنها بتتجمد في فصل الشتاء، فالأنهار بتتجمد، مفيش أي سفينة أو أي مركبة بتعرف تعدي فيها. يبقى هنقول إيه هي السهول الفيضية اللي موجوده في قاره اسيا الذي كونتها الانهار. يبقى قلت لك السهول الفيضيه على طول جنب الانهار، السهول ساحليه جنب بحار محيطات. طب ايه هي السهول الفيضيه؟ هتقول له والله في قاره اسيا س س ش. سهول سيبيريا شماليه فيها 3 انهار، أب ينسي ولينا، بحب البت لينا، تتجمد في فصل الشتاء بسبب شده البروده. طب يا مستر في انهار تانية؟ هنقول دي بقى شين شين شين. شرقية منشورية شرق الصين، شرقية منشورية شرق الصين. يبقى شرقية شرقية منشورية شرق الصين، قولها تاني. يبقى شرقية منشورية شرق الصين، شرقية منشورية شرق الصين، شرقية منشورية شرق الصين. يبقى قولهم تاني كده. يبقى س س ش وشين شين شين. س س ش يبقى سهول سيبيريا شماليه فيها 3 انهار، أب ينسي ولينا، بحب البت لينا، تتجمد في فصل الشتاء بسبب شده البروده. طب عندنا سهول ثانيه ش ش ش. شرقيه يبقى من جهه الشرق، منشوريه تمام، هي اسمها منشوريا، يبقى شرقيه منشوريا شرق الصين. فيها نهر اسمه نهر اليان جيت سي. اسمه ايه؟ اليان جيت سي، اليان جيت سي. يبقى اقول له تاني اليان جيت سي في السهول الشرقيه بتاعه منشوريا. يبقى شين 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 شرقيه منشوريا شرق الصين فيها نهر اليان جيت سي، وده اطول انهار قاره اسيا والثالث طبعا عالميا، ويجرى في سهول منشوريا اسمه نهر امور. تمام، ممكن تقول امور او امور براحتك. يبقى في نهر اسمه نهر امور، ده في سهول منشوريا اللي في الجهه الشرقيه. تمام كده. طب عندنا في سهول ثانيه يا مستر، في سهول دجله فرات طبعا في العراق، وده من جهه الغربيه. طب من جهه الجنوب عندنا نهر السند جنب الهند، نهر السند جنب الهند، نهر السند جنب الهند. يبقى عندنا ايه هي الانهار او السهول الفيضيه في القاره الاسيويه؟ اول حاجه س س ش، سهول سيبيريا شماليه تمام، فيها 3 انهار، أب ينسي لينا، تتجمد في فصل الشتاء فتفتقد القيمه الاقتصاديه بتاعتها. طبعا عندنا سهول ثانيه شين 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 شرقيه منشوريا شرق الصين فيها نهر اسمه اليانجيتسي، وطبعا سهول منشوريا فيها نهر اسمه نهر امور. طب تعالى في الجهه الغربيه عندنا نهري دجله فرات في العراق. طبعا عندنا من الجهه الجنوبيه اللي هو زي حرف السبعه، انا قلت لك ان السبعه دي دوله تسمى دوله الهند، وده في جنوب اصلا قاره اسيا اللي تحتيها محيط اسمه محيط هندي، يبقى دي دوله الهند تحتيها محيط هندي. فبقول لك ان نهر اسمه نهر السند جنب الهند.
طب كل ده في السهول الفيضيه. طب والله يا مستر السهول الساحليه في القاره الاسيويه، بقول لك تاتي قاره اسيا في المرتبه الاولى بين قارات العالم من حيث طول سواحلها. يبقى ليه قاره اسيا هي المرتبه الاولى في العالم او اولى قارات في العالم من حيث طول السواحل؟ ايه السبب؟ اول حاجه والله يا مستر بسبب اتساع مساحتها، مساحه كبيره جدا، هي اكبر قاره في العالم. طب تاني حاجه فيها خلجان كتير وفيها اذرع مائيه كتير، يبقى كثره الخلجان، الاذرع المائيه، اتساع مساحتها. تاني كثره الخلجان، الاذرع المائيه، اتساع مساحتها. يبقى اما بقول لك ان قاره اسيا هي اولى قارات من حيث طول السواحل، ايه السبب اللي خلى ان سواحلها طويله جدا؟ والله مثلا لثلاث اسباب. اول حاجه كثره الخلجان، فيها خلجان كتير، تمام. طب تاني حاجه الاذرع المائيه زي الانهار اللي طالعه منها. طب تالت حاجه اتساع مساحتها، ان هي اكبر قاره من حيث المساحه. يبقى كل دي في قاره اسيا. طب تعالى كده نقول بقى قاره اسيا الجبال والهضاب والسهول، تمام. يلا اكتبها معايا. اول حاجه درسنا تضاريس العالم، القاره قاره اسيا دي اكبر القارات وفيها جبال كمان زي جبال اليابان موجوده في شرق اسيا، وكمان الهيمالايا. ركز وقول ورايا، دي اعلى الجبال، اعلى قمه جبليه اسمها ايفريسيوليه، وطبعا عرفنا بقى طولها كام؟ 8 طب ايه هو الهضاب؟ وفيها هضاب كمان، التبت في الوسط، دي اعلى الهضاب، مشهوره بسقف العالم. ليه يا مستر مشهوره بسقف العالم؟ مرتفعه عن الجبال. قولوا ورايا يا عيال، الديكن في الجنوب، بالحب مش بالعند، الديكن في وسط الهند، وكمان جنوب الغرب شبه جزيرة عربية. سين سين شين، سهول سيبيريا شمالية، فيها 3 أنهار، أوبيانسولينا. تاني أوبيانسولينا، بحب البتيلينا، تتجمد في فصل الشتاء فتفتقد القيمة الاقتصادية بسبب طبعا شدة البرودة. طب شين شين شين، شرقية منشوريا شرق الصين، فيها نهر اليانجتسي، وسهول منشوريا فيها نهر اسمه نهر أمور. طب عندنا في الجهة الغربية دجلة فرات في العراق. طب عندنا في الجهة الجنوبية نهر السند جنب الهند. طب كل دي في السهول الفيضية اللي على طول جنب الأنهار. طب السهول ساحلية جنب بحر محيطات. طب اما اقول لك السهول الساحلية ليه قارة آسيا طول سواحلها او سواحلها طولة يا مستر؟ هنقول والله بسبب اول حاجة كثرة الخلجان والأذرع المائية، اتساع مساحتها، تمام. الله ينور. طب تعالى نشوف قارة أوروبا، عندنا برضو الجبال والهضاب والسهول سواء الفيضية أو الساحلية. طب بقول لك الجبال في القارة الأوروبية، بقول لك إيه؟ القارة الأوروبية دي جبالها جليدية. يبقى أول نقطة عرفتها إن القارة الأوروبية الجبال بتاعتها جبالها جليدية. جبال القلب الوسطى والقلب الدينارية، تاني جبال القلب الوسطى والقلب الدينارية في شبه جزيرة البلقان، في شبه جزيرة البلقان. ده درس سهل خالص. فيها جبال البرانس، تاني ده درس سهل خالص. فيها جبال البرانس. قولها بقى تاني. يبقى أول حاجة القارة الأوروبية دي جبالها جليدية، جبال القلب الوسطى والقلب الدينارية في شبه جزيرة البلقان. ده درس سهل خالص. فيها جبال البرانس، تمام كده؟ يبقى انت كده خلصت الجبال. قولها بقى تاني. يبقى اول حاجة القارة الأوروبية دي جبالها جليدية، جبال القلب الوسطى والقلب الدينارية في شبه جزيرة البلقان، في شبه جزيرة البلقان. ده درس سهل خالص، ده درس سهل خالص. فيها جبال البرانس، وجبال البرانس يبقى سين سين سين، يبقى برانس موجودة بين فرنسا واسبانيا. يبقى البرانس بين فرنسا واسبانيا. يبقى الجبال البرانس بين فرنسا واسبانيا، الجبال البرانس بين فرنسا واسبانيا، تمام. طب بيقول لك ان قاره اوروبا فيها اعلى قمه جبليه في القاره الاوروبيه اسمها مون بلان. اسمها ايه؟ مون بلان. يبقى اعلى قمه
من في جبال الألب هي اسمها مونبلان. فلما اجي اقول لك اعلى قمه جبليه في العالم يبقى قمه ايفرست، طولها 8.848. طب اعلى قمه جبليه في القاره الاوروبيه اسمها مونبلان، طولها 4800 4800. يبقى تاني، يبقى اعلى قمه جبليه في العالم يبقى ايفرست. طب اعلى قمه جبليه من جبال الألب يبقى مونبلان. طب اعلى قمه جبليه في القاره الاوروبيه برضه مونبلان، طولها 4800. طب اعلى قمه جبليه في العالم يبقى قمه ايفرست، طولها 8.848. ركز في الاثنين، عندنا اثنين اعلى قمه جبليه. طب لو اعلى قمه جبليه في العالم يبقى قمه ايفرست. طب اعلى قمه جبليه من جبال الألب يبقى مونبلان. طب اعلى قمه جبليه في القاره الاوروبيه برضه مونبلان، طولها 4800 يبقى 4800 متر فوق مستوى سطح البحر. يبقى قول كده معايا، الجبال في قاره اوروبا يبقى القاره الاوروبيه دي جبالها جليديه، جبال الألب الوسطى والألب الديناريه في شبه جزيره البلقان. ده درس سهل خالص في هجبة للبرانس بين فرنسا واسبانيا، تمام؟ طب تعالى، ايه هي اهم الهضاب في القاره الاوروبيه؟ تمام؟ وهضبها ثنائيه. يبقى قاره اوروبا فيها كام هضبه؟ 2. القاره الاوروبيه فيها كام هضبه؟ 2. ميزيتا اسبانيه والوسطى دي فرنسيه. قولها تاني، يبقى عندنا وهضبها ثنائيه هي يعني 2. ميزيتا اسبانيه والوسطى دي فرنسيه. تاني، ميزيتا اسبانيه والوسطى دي فرنسيه. يبقى اقولها بقى تاني، الجبال والهضاب اللي في القاره الاوروبيه. يبقى القاره الاوروبيه دي جبالها جليديه، جبال الألب الوسطى والألب الديناريه في شبه جزيره البلقان. ده درس سهل خالص في هجبه للبرانس، وهضبها ثنائيه، ميزيتا اسبانيه والوسطى دي فرنسيه. يبقى عندنا هضبه اسمها هضبه الميزيتا او هضبه الميزيتا موجوده في اسبانيا، وهضبه اسمها فرنسا الوسطى موجوده في فرنسا. عشان كده قلت لك والوسطى دي فرنسيه، ميزيتا اسبانيه والوسطى دي فرنسيه. يبقى كده انت خلصت الهضاب في قاره اوروبا. طبعا تعالى نخش في السهول الفيضيه عشان اربط لك بس الاغنيه في قاره اوروبا. فاحنا قلنا ايه؟ وهضبها ثنائيه، ميزيتا اسبانيه والوسطى دي فرنسيه. يقطعها نهر السين، اما سهولها الفيضيه ده سهل اوروبا عظيم. يبقى قولها تاني كده، يبقى اول سهل في القاره الاوروبيه اسمه السهل الاوروبي العظيم، وده اكبر السهول الفيضيه بالقاره الاوروبيه. يبقى اكبر سهول فيضيه في القاره الاوروبيه سهل اوروبي العظيم، السهل الاوروبي العظيم. وده طبعا قلت لك سهل اوروبا عظيم، يبقى كونه الانهار. طب طالما الانهار يبقى ميته ميه عذبه تربته تربه خصبه صلاح لحرفه الزراعه وتربيه الحيوانات، تمام؟ عندها نهر اسمه نهر الفولجا، بنسميه اطول انهار الفولجا. يبقى اطول نهر في القاره الاوروبيه هو نهر اسمه نهر الفولجا. يبقى اطول نهر في اوروبا اسمه نهر الفولجا. يبقى اطول انهار الفولجا ومصبه قزوين. يبقى عندنا بحر اصلا هو اكبر بحر مغلق في العالم اسمه بحر قزوين، ده في قاره اسيا اصلا. فبقول لك ان نهر الفولجا اللي هو اطول نهر في القاره الاوروبيه يصب في نهر الفولجا اللي في قاره اسيا. يبقى اطول انهار الفولجا ومصبه قزوين. وفي انهار كمان زي نهر الدانوب، البحر الاسود ماله ومصبه في الجنوب. يبقى نهر الدانوب بيصب في الجنوب، نهر الدانوب بيصب في الجنوب، نهر الدانوب بيصب في الجنوب في البحر الاسود. ماشي؟ كنت بغنيها لهم بقول لهم نهر الدانوب كل ذنوب يبقى في البحر الاسود، لان الاسود تعتبر من الذنوب يعني بمعنى ايه؟ مضحك شويه. يبقى نهر الدانوب كل ذنوب فبيصب في البحر الاسود اللي موجود في الجنوب.
وطبعا كل ده ساعد هذه السهول على سهوله الاتصال بين اجزاء القاره وطبعا وتحقيق التنميه الزراعيه. طب لو جدع قول لي ليه قلنا هنا تنميه زراعيه؟ لان قلت لك سهول فيضيه. طب طالما السهول الفيضيه يبقى على طول جنب الانهار، يبقى تربته تربه خصبه، ميته ميه عذبه، صلاح لحرفه الزراعه وتربيه الحيوانات. يبقى اما اجي اقول لك تاني القاره الاوروبيه الجبال والهضاب السهول، هتقول والله معايا القاره الاوروبيه دي جبالها جليديه، جبال القلب الوسطى والقلب الديناريه في شبه جزيره البلقان، ده درس سهل خالص، فيها جبال البارانس بين فرنسا واسبانيا، وهضابها ثنائيه، ميزتها اسبانيه، والوسطى دي فرنسيه. طب عندنا السهول الفيضيه، عندنا سهل اسمه السهل الاوروبي العظيم، هو اكبر سهل فيضي في القاره الاوروبيه، تمام؟ في تنميه زراعيه، يبقى ميته ميه عذبه، تربته تربه خصبه، في حرفه زراعه وتربيه الحيوانات. طب عندنا انهار، اطول انهار الفولجا، اطول نهر في اوروبا هو نهر اسمه نهر الفولجا، ومصب قزوين بيصب الميه بتاعته في بحر قزوين اللي هو اكبر بحر مغلق في العالم. طب عندنا نهر اسمه نهر الدانوب، كل ذنوب بيصب في البحر الاسود ومصبه في الجنوب. طب عندنا السهول الساحليه، من ضمن الاسئله المهمه جدا اللي بتيجي دايما في امتحانات، مفيش امتحان بيخلو من هذا السؤال، مهم جدا. بقول لك ايه؟ بقول لك ان القاره الاوروبيه تتميز سواحلها بكثره التعاريج. يعني ايه قاره اوروبا قاره متعرجه؟ هي قاره داخله طالعه داخله طالعه داخله طالعه كده. طب هل كده القاره دي حلوه ولا مش حلوه؟ لا يا مستر مهمه جدا. ليه؟ لان هيكون هنا في التعريجه بتاعتها هنا هيكون هنا في مينا، وهنا في مينا، وهنا في مينا، وهنا في مينا، وهنا في مينا. هل ده طبيعيه ولا بشريه؟ لا يا مستر هتقول لي طبيعيه. ليه طبيعيه؟ لانها اصلا قاره متعرجه. يبقى اما اقول لك بما تفسر ايه اللي خلى فيها موانئ طبيعيه؟ والله يا مستر هتقول لي بسبب كثره التعاريج، ان قاره اوروبا قاره متعرجه. كلمه متعرجه يعني داخله طالعه داخله طالعه. طب ما اقول لك ما النتائج المترتبه على ان قاره اوروبا قاره متعرجه، ايه النتيجه اللي هتحصل؟ ادى الى انشاء الموانئ الطبيعيه بها. يبقى اما اجي اقول لك السؤال ده لا اما هيقول لك بما تفسر، لا اما ما النتائج. لو قال لك بما تفسر ليه في موانئ طبيعيه هنقول بسبب كثره التعاريج اللي فيه. طب ما اقول لك ما النتائج؟ ان قاره اوروبا قاره متعرجه داخله طالعه داخله طالعه داخله طالعه ادى الى انشاء الموانئ الطبيعيه به. يبقى ما اقول لك بما تفسر كثره الموانئ الطبيعيه في القاره الاوروبيه، كثره الموانئ الطبيعيه في القاره الاوروبيه بسبب كثره التعاريج بتاعت القاره الاوروبيه. طب ما بقول لك ما النتائج المترتبه على او ما الاثر الناتج عن القاره ااوروبيه هي قاره متعرجه ادى الى انشاء الموانئ الطبيعيه بها. لحد الان الدنيا سهله وبسيطه، ولو ركزت معايا وحافظت معايا تبقى الدنيا كويسه معاك ان شاء الله. بقول لك انتبه، بقول لك يختلف اتساع السهول الساحليه بقاره اسيا وعن قاره اوروبا من منطقه لاخرى. بقول لك ان ما بين قاره اسيا وقاره اوروبا في السهول الساحليه مختلفه في الاتساع. طب ليه؟ بقول لك والله انت كنت خدت في الابتدائي وفي بدايه الاعدادي كنت بتقول لك ايه؟ ان البعد او القرب من المسطحات المائيه، فلما يكون في مرتفعات عند المسطحات المائيه فبتكون ضيقه ولا واسعه؟ افتكر معايا، اما يكون في مرتفعات عند السهول الساحليه بتبقى لا يا مستر بتبقى ضيقه. يبقى هي دي النقطه اللي بيتكلم فيها، طول ما في مرتفعات او في جبال او في هضاب عند السهول الساحليه يبقى الحته دي ضيقه. طب ما يكونش في جبال وما فيش هضاب عند السهول الساحليه يبقى الحته واسعه او المنطقه واسعه. اديك مثل، ماشي يا مستر، عندنا في مصر ايه الفرق ما بين سهول البحر الاحمر وسهول البحر المتوسط؟ انهم فيهم اللي ضيق؟ والله مستر هتقول لي اللي ضيق عند البحر الاحمر. ليه؟ بسبب وجود سلاسل جبال البحر الاحمر. اديك انت قلت يبقى بسبب وجود جبال في المناطق الساحليه يبقى المنطقه دي ضيقه، زي موجوده عند سهول البحر الاحمر يبقى ضيقه بسبب كثره او قرب المرتفعات منها او الجبال والهضاب. طب اما بقول لك السهول البحر المتوسط، لا مثلا بتقول لي واسعه. ليه؟ مفيش جبال، مفيش هضاب، الدنيا واسعه، الدنيا مفيش حاجه مزنقه عليها بمعنى اصح. يبقى بقول لك يرجع ذلك تبعا لاقتراب او ابتعاد المرتفعات عن المسطحات المائيه. يبقى طول ما في مناطق ضيقه يبقى اعرف ان في مرتفعات قريبه منها. طب اما يكون في مناطق واسعه يبقى انت اعرف ان في او مفيش مرتفعات قريبه منها. يبقى لو منطقه ضيقه يبقى في مرتفعات،
قريبه منها. طب لو المنطقه واسعه يبقى مفيش مرتفعات، مفيش حاجه قريبه منها. تمام. فبقول لك تواجه السهول الساحليه في قاره اسيا واوروبا عده تهديدات. ممكن نشيل تهديدات، نحط اخطار، نحط مشكلات، مش هتفرق. يبقى ايه هي المشكلات او التهديدات اللي موجوده بين قاره اسيا وفي قاره اوروبا؟ اول حاجه في تغيرات مناخيه، ان المناخ مش منظم، الحر يبقى حر قوي، السقعه يبقى ساقعه قوي. تاني حاجه التلوثات، لا اما تلوث ميه، لا اما تلوث هواء، لا اما تلوث تربه. طب تاني حاجه الاستغلال المفرط، ان الانسان بيستغل الثروات الطبيعيه اللي ربنا خلقها في حاجات تخصه هو كمصلحه شخصيه ليه، فده طبعا يؤثر على البيئه فيؤدي الى اختلال التوازن البيئي اللي ربنا خلقه. فبقول لك توجد بالقرب من سواحل اسيا عدد كبير من الجزر. بقول لك ان في قاره اسيا وسواحل اسيا، انت عرفت ان سواحل اسيا كبيره بسبب كثره الخلجان والاذرع المائيه واتساع مساحتها. فهنا بقول لك ان قاره اسيا او سواحل قاره اسيا فيها عده جزر. اول حاجه فيها جزر منفرده لوحدها زي جزيره سريلانكا. يبقى اول جزيره منفرده في القاره الاسيويه هي جزيره سريلانكا، دي موجوده في الهند. يبقى سريلانكا في الهند، سريلانكا في الهند. وعندنا مجموعات طبعا متجاوره من الجزر تسمى ارخبيل. يبقى اما اقول لك ما المقصود بارخبيل؟ كلمه ارخبيل هي جزر. يبقى لو جالي ارخبيل ما تتخضش، هي جزر. يبقى كلمه ارخبيل هي جزر، يبقى كلمه جزر هي ارخبيل. طب ايه هي يا مستر الجزر او الارخبيل اللي عندنا؟ اول حاجه ارخبيل اسمها ارخبيل اليابان، دي تقع في المحيط الهادي في شرق قاره اسيا. وعندنا ارخبيل اسمها اندونيسيا توجد في الجهه الجنوبيه. يبقى اما اجي اقول لك ايه هي الجزر اللي عندنا، والله مثلا تقول لي جزر اليابان وجزر اندونيسيا. ارخبيل اليابان، ارخبيل اندونيسيا. تعالى التدريب الثالث بيقول لك عندنا ظواهر يا مستر طبيعيه، نشوف الحاجات دي موجوده في قاره اسيا ولا قاره اوروبا. اول حاجه جبال الهيمالايا، جبال الهيمالايا طبعا قاره اسيا. طب نهر امور، نهر امور برضه في قاره اسيا، اللي في سهول منشوريا، ركز. طب عندنا جبال الألب الدينارية طبعا في قارة أوروبا. طب جبال البرانس، ده درس سهل خالص، فيها جبال البرانس بين فرنسا واسبانيا طبعا في قاره اوروبا. طب ارخبيل اليابان، شفت كلمه ارخبيل اليابان او ارخبيل اندونيسيا او سريلانكا طبعا في قاره اسيا. طب اطول انهار الفولجا، وده اطول نهر في القاره الاوروبيه، ما قلتش في العالم، يبقى الفولجا في اوروبا. طب هضبة التبت طبعا موجودة في قارة آسيا. طب سهول سيبيريا طبعا موجودة في قارة آسيا. طب نهر لينا أوبياتسيلينا، بحب البت لينا، كل دي في آسيا في سهول سيبيريا اللي هي سين سين شين. طب نهر الدانوب طبعا في قارة أوروبا. طب نهر دجلة فرات في العراق طبعا اسيا. طب نهر السند جنب الهند طبعا اسيا. طب سهول منشوريا شرقيه، منشوريا شرق الصين، فيها نهر اليانجتسي تمام طبعا قاره اسيا. طب هضبه الدكن، الدكن في الجنوب، بالحب مش بالعلم، الدكن في وسط الهند طبعا قاره اسيا. طب هضبة ميزيتا او الميزيتا، ميزيتا اسبانيه طبعا في قاره اوروبا. طب جزيرة سريلانكا طبعا في قارة آسيا. طب هضبة شبه الجزيرة العربية وكمان جنوب الغرب شبه جزيرة عربية طبعا في قارة آسيا. طب هضبة فرنسا الوسطى، والوسطى دي فرنسية طبعا في قارة أوروبا. بص بقى سووا ما تحتها خط، بقول لك تعد قمة نقط هي أعلى قمة جبلية بسلسلة جبال الألب. بقول لك اهو انا عايز اعلى قمه جبليه من جبال الألب في القاره الاوروبيه، ما تقوليش ايفرست، ايفرست دي هي اعلى قمه جبليه في العالم. طب ايه هي القمه الجبليه العاليه في قاره اوروبا؟ اسمها مون بلان، طولها 4800 متر. طب ايفرست 8 بقول لك توجد هضبه الميزيتا بدوله او الميزيتا طبعا ميزيتا اسبانيه في اسبانيا. يعد نهر أمور من الأنهار التي تجرى في سهول منشوريا، يبقى نهر أمور في سهول منشوريا. من الأنهار التي تجرى شرق آسيا. طب طالما شفت كلمة شرق سهول شرقية، منشوريا فيها نهر واحد اسمه نهر اليانجتسي.
يعد اطول انهار قاره اوروبا. اطول نهر في القاره الاوروبيه هو نهر اسمه نهر الفولجا. بقول لك بما تفسر تحتل قاره اسيا هي المركز الاولى عالميا من حيث طول سواحلها، والله هنقول بسبب كثره الخلجان، الاذرع المائيه، اتساع مساحتها، اختلاف اتساع السهول الساحليه بقاره اسيا من منطقه اخرى. بقول لك اختلاف اتساع، يبقى لو المنطقه واسعه يبقى مفيش مرتفعات، المرتفعات مبتعده عنها. طب لو المنطقه ضيقه يبقى بسبب اقتراب المرتفعات. اهميه السهول الفيضيه، شفت كلمه سهول فيضيه في القاره الاوروبيه؟ السهول الفيضيه على طول جنب الانهار، يبقى ادت الى التنميه الزراعيه، يبقى تربتها تربه خصبه، ميتها ميه عذبه، صلاح لحرفه الزراعه وتربيه الحيوانات. حدد الاثر الناتج. قلت لك حبيب قلبي كلمه الاثر الناتج يعني ما النتائج المترتبه على كسر التعاريج، وبقول لك اهو ما النتائج على كسره التعاريج ادى الى انشاء المواني طبعا الطبيعيه. ليه؟ لان ما النتائج. طب لو قال لي بما تفسر فيها مواني طبيعيه بسبب كسر تعاريجها، تمام كده؟ اعرف السؤال بما تفسر وما النتائج. اديني دليل تواجه السهول الساحليه في قاره اسيا واوروبا عده التهديدات. ايه هي مستر التهديدات او الاخطار او المشكلات؟ اول حاجه مستر التغير المناخي، ثاني حاجه الاستغلال المفرط للاستخدام الشخصي او المصلحه الشخصيه، ثاني حاجه وتلوث الماء والهواء والتربه. بالله عليك عايزك تركز فيهم وتحفظ الجبال والهضاب والسهول الفيضيه والساحليه، لان الدرس ده مهم جدا 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 جدا. ركز فيه واعمله او اكتبه في ورقه يكون عندك او كراسه او الكشكول بتاعك، وباذن الله الدنيا تبقى سهله وبسيطه معاك. واشوفك على خير يا صديقي في فيديوهات تانيه، والسلام عليكم.